دي الأكلة الوحيدة اللي ناس كتير بتختلف عليها. هتقولي لي هتعملي ايه النهارده اول مره تعمليها معانا؟ ايوه، هي زي ما شفتيها كده فعلا. واللي هيقول ما بيحبهاش يبقى ما كلهاش حلو قبل كده. في ناس بتعملها بطريقه سلق، في ناس بتحط لها كمون، في ناس بتقول عليها كمونيه بالطماطم. عايزه اقول لك ان دي الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش يتحط عليها كمون تقريبا كده، لان دي الحاجه اللي بتشمي فيها ريحه الزفاره، فلازم تحطي فلفل اسود عشان يضيع الزفاره. المهم من غير رغي كتير هعمل معاكم النهارده كرشه. اللي ما كانش من حلاوتها بانك تعمليها تجربي في نص كيلو مثلا، اكتبي لي في التعليقات وانا مش هعمل لك اي وصفه تاني بعد كده وما تصدقونيش. تعالى اقول لكم وصفه الكرشه اللي بالحمص والطماطم الخطيره دي عامله ازاي. صدقوا وانا بعملها الناس كانت فاكره اني بسلق لحمه. طبعا مش هتعملي كده او مش هتصدقي الكلام ده الا لما تجربي بنفسك. يلا بينا اقول لكم ازاي انا عملتها وكانت ريحتها طيبه جدا. من اول حاجه حطيت ميه تغلي على البوتاجاز، حطيت فيها ايه؟ كبابه صيني، ورق لوري، فص من القرنفل، وكمان بصل وحبهان. وهسيبها بقى في الميه المغليه دي تستوي زي ما تستوي. يا جماعه نصيحه مني، محدش يجري ورا الترندات، محدش يحط الكرشه في الفريزر يوم وبعدين ينزلها الميه سخنه هتنضف، عمرها ما هتنضف. الكرشه اللي ما كانتش مدبوحه حالا ومتنضفه قبل ما تتشال في الفريزر مش هتنضف خالص. مش اي حاجه تشوفوها قرصين ريفو وشويه كربوناتو وشويه مش عارف ايه، والله كل الكلام ده عشان تفعيل الريتش، عشان المشاهدات. ما تسمعوش ورا اي حاجه تجري وراها. نضفي الكرشه في يومها، في يومها، واعملي اللي انا عملته ده، مش هتشمي اي ريحه وحشه خالص. تعالوا بقى عقبال ما تتسلق اقول لكم هنعمل التخديعه بتاعتها او الصوص الاحمر ازاي. دي بصلايه وبصلايه حمراء متقطعه مكعبات صغيره خالص في معلقه سمنه بلدي كويسه كده. حطي عليها 3 او 4 فصوص توم. مفيش كرشه بتتعمل بكمون وتوم يا جماعه خالص، الكرشه لازم تتحط لها فلفل اسود. يعني في السليق ممكن تحطي كمان فلفل اسود حصى ومعلقه سكر. بصوا بعد ما اتسلقت، طبعا الغمقان ده من الاضاءه، طبعا الاصفرار مش غمقان شويه ده. استوت وبقت خطيره جدا. الصلصه اللي انا حطيتها دي حطيت فيها حمص من بتاع السبانخ، حمص طبيخ هو بيتقال عليه كده، حمص طبيخ مش حمص الشام. تحط شويه صغيرين، اما يقربوا يستوي بتكون الكرشه استوت، بنزلها في قلبي وشمي احلى ريحه. شويه بهارات، السبع حبات، حبه فلفل اسود وحبه ملح، بس ده اللي يتحط. وما تحطيش بهارات لدرجه انها تغمق معاكي الصلصه. اوعي بقى تعملي اي حاجه من الحاجات التانية الغريبه دي، هتشمي ريحه وحشه جدا، ريحه انت مش حابه انك تاكليها، حاجه كده هتقرفك. لكن دي قسما بالله احلى ريحه هتشميها في قلب البيت، لدرجه ان اللي هيطلع هيفتكرك بتسلقي لحمه. الصوص ده بيتاكل جنب شويه رز بالشعريه، حتتين ليمون مخلل، زيتونتين من المعمول بالكرفس، حاجه كده من ورا الخيال. الاكله دي كانت بتعملها ماما الله يرحمها بنفس الطريقه ونفس العمايل، وكنت بحبها جدا. تقريبا انا ما عملتهاش بقالي فتره كبيره قوي، عملتها مره من ساعه ما اتجوزت، مره واحده بس. لكن هفني كده الشوق على ايام زمان كده وايام العيد عند ماما، فعشان كده قلت ان انا اجيبها واعملها معاكم الوصفه النهارده. جربوها ان شاء الله في نص كيلو بس، واكتبوا لي رايكم في التعليقات ايه. لو استفدتوا بحاجه في الفيديو ما تنسوش تكتبوا لي دعوه كويسه. اشوفكم بخير في وصفه جديده. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. باي باي.